دوران هالساعة. اوكي شفتك. شفتي؟ وعلماء النجوم ماذا يقولون؟ إجابة سليمة. ثبت عند 61,000 ريال وزيادة أعتقد. مضبوط؟ مضبوط. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ننتقل الآن إلى المرحلة الأصعب، ولكن دكتور عبد الرحمن والسادة المشاهدين أعود إليكم بعد استراحة قصيرة. عدنا إليكم وعدنا كذلك إلى التواصل مع الدكتور عبد الرحمن زاكي اللي أجاب على السؤال الأخير في المجموعة الثالثة، وقيمة السؤال كانت 12,000، طبعا راح منها 60%، لكن رصيدها الآن 61,600 ريال. هذا حلال عليك يا دكتور عبد الرحمن، في حسابك ما في أحد بياخذه منك. ماشي؟ الآن احنا في المرحلة الأخيرة، المجموعة الرابعة، تتكون من 3 أسئلة. نبدأها بالسؤال العاشر، وقيمة السؤال يا دكتور عبد الرحمن 16,000 ريال. إن أجبت إجابة فورية فيضاعف المبلغ، يعني يصير 32,000 ريال قيمة السؤال. نشوف السؤال العاشر. السؤال العاشر: ما هي السورة القرآنية الكريمة التي اختتمت باسم نبيين عليهما السلام؟ ما هي السورة القرآنية الكريمة التي اختتمت باسم نبيين عليهما السلام؟ شوف الخيارات. دكتور عبد الرحمن، أنا مشكلة أعرف الآية. فوت عليك الفرصة. نشوف الاختيارات. سورة الأعلى، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الغاشية، سورة البروج، أو سورة عبس. سورة الأعلى. سورة الأعلى. نشوف الكمبيوتر. ما تبغى تحذف، ما تبغى مساعدة، تخلي واحد من الشباب يعني يتمصلح شوي من وراك. سورة الأعلى إن شاء الله. سورة الأعلى. مصر على الإجابة. نعم. اتوكل على الله. بإذن الله. نثبت. نثبت. بإذن الله. سورة الأعلى. الآية الأخيرة في سورة الأعلى. صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم وموسى عليهم السلام. ما شاء الله تبارك الله. ندخل على السؤال ال11 بإذن الله. بينك وبين الجائزة الكبرى سؤالين وإجابتين. السؤال ال11 و16,000. ما هو عدد حروف الأبجدية اليونانية؟ شوف الخيارات. خيارات دكتور، ما عندك إجابة ها؟ نعم. مر عليك السؤال هذا أو هذه المعلومة؟ مر بس إنه زمان يعني. زمان. نشوف الاختيارات. أعطونا الاختيارات يا شباب. ما هو عدد حروف الأبجدية اليونانية؟ والحروف وعددها قدامك دكتور عبد الرحمن: 24 حرف، 25 حرف، 26 حرف، 27 حرف، أو 28 حرف. بينك وبين الجائزة الكبرى الإجابة على هذا السؤال، ثم الإجابة على السؤال الذي يليه: 24 25 26 27 28.
الأبجدية اليونانية دكتور؟ نحذف 3. ومعها 60% تحسم من قيمة السؤال، 16,000 تصبح بعد الحذف 3 احتمالات طلبها الدكتور عبد الرحمن أن تحذف. نشوف الحذف. حذف لك 2 و4 و5 وأبقى على 1 و3. فهل هي 24 حرف يا دكتور أو 26 حرف؟ الإجابة الأولى. الإجابة الأولى. حروف الأبجدية باللغة العربية كم حرف؟ 28. الإنجليزي 26. وفي هذه الحالة تصبح اليونانية كم؟ نقول 24. نقول 24. أنت تقول، أنا ما أقول، أنا ما أعرف. ما تبغى تلجأ للمساعدة؟ عندنا الأخ عبد الله الكريري، الأخ عبد الله الكريري رقم 11 احتمال يكون عنده إجابة، أو تكتفي بإجابتك؟ بكتفي بإجابتي. رقم 1. رقم 1. أكد؟ أثبت؟ ثبت. الله يستر يا دكتور عبد الرحمن. عندك 61,600. يعني أنت ما أدري، أحس أنك بتغامر شوي. تغامر. إيش فيها لو طلبت مساعدة؟ إلا إذا كنت متأكد هذا شيء. لا مش بقدر تأكيد، بس شنو؟ كذا إحساسي إنها 1، فعشان كذا أحب إني أتحمل المسؤولية بنفسي. تتحمل المسؤولية، وإن شاء الله أنت تقول قدها بإذن الله. لكن والله فيها مغامرة، فيها مخاطرة. لابد من المغامرة. لابد. أعتبرها شجاعة منك. والله إن شاء الله. إجابة سليمة. 24 حرف يا دكتور عبد الرحمن، وبينك وبين الجائزة الكبرى سؤال وإجابة السؤال. السؤال الأخير يا دكتور عبد الرحمن، وهنا لا بد أن يبدأ التركيز لأنها مرحلة حاسمة. السؤال الأخير في هذه المجموعة نتيجته الإيجابية في حال الإجابة الصحيحة الوصول إلى الجائزة الكبرى. والسؤال يقول: لأي ولاية كانت تتبع تينيسي قبل أن تصبح ولاية مستقلة؟ ولاية تينيسي كانت تتبع لولاية أخرى، ولكنها أصبحت فيما بعد ولاية مستقلة. شوف الخيارات. وما هي تلك الولاية؟ شوف الخيارات. دكتور أذكرك أن هذه مرحلة حاسمة يقف عليها اعتبار كبير جدا جدا. السؤال الأخير في المجموعة كلها: هل هي جورجيا أو أركنساس أو ألاباما أو كنتاكي أو كارولينا الشمالية؟ كارولينا. هل هي جورجيا، أركنساس، ألاباما أو كنتاكي أو كارولينا الشمالية؟ نحذف 3. تحذف. ما تبغى تلجأ إلى مشترك، وطبعا رقم 12. ونحذف. نحذف 3. نحذف 3. طبعا الأخ حمود الحسيني هو رقم 12. أتمنى يكون عنده إجابة في حال لو طلبت المشاركة منا والمساعدة. نحذف؟ نحذف 3 احتمالات، ومعها يتبقى لك من قيمة السؤال 6400. فهل هي ألاباما أم كارولينا الشمالية؟
الإجابة على هذا السؤال يا دكتور عبد الرحمن تؤهلك للجائزة الكبرى. جواب 3. الإجابة الخاطئة بترجعك على 61,600، وهو ما تم تثبيته على الرقم 9. ألاباما أو كارولينا الشمالية دكتور؟ نقول ألاباما. ألاباما. ليه؟ ليش ألاباما يعني؟ ليش ما كارولاينا الشمالية؟ ليش ما واحدة من الثلاث اللي حذفتها؟ الثلاثة راحوا خلاص. راحوا خلاص، بس أنا أبغى أرجع يعني زي ما تقول أصحح. والله أنا ما عندي أي فكرة عن الإجابة بأمانة. أنت ما عندك فكرة؟ لا. وتشوف أن الألاباما هي الأقرب أو الأصح؟ والله ما زال لك الحرية في اختيار المساعدة أو أن تصر على هذا الموقف. شو تقول يعني؟ والله هي 50-50. الجواب الثالث أو الجواب الخامس. شوف نفسك أنك اكتفيت بالمبلغ خلاص وبتغامر، أو تطمح إلى الجائزة الكبرى؟ والله أنا كنت طول المشوار أوكي أصر على رأي واحد، لكن ما شكلي الآن بغير والله. تغير رأيك؟ تطلب المساعدة أو نثبت؟ شوف نطلب المساعدة. تطلب المساعدة. نشوف المساعدة المتسابق أو المشترك رقم 12، هل عنده إجابة؟ نشوف رقم 12 حمود الحسيني. يا حمود أنت أكثر واحد لجأنا في طلب المساعدة منه. حمود الحسيني، عندك إجابة يا حمود؟ والله للأسف ودي أساعدك. ما عندك إجابة يا حمود؟ والله ودي أساعدك، لكني أنا في الموقف أصعب منه صراحة. أنت في موقف أصعب. حرجني صراحة. طيب. السؤال الأخير وطلب مساعدة ما قدرت. شكرا يا حمود، شكرا. دكتور عبد الرحمن، ما عاد قدامك إلا إما أن تثبت، فإن كانت الإجابة خاطئة تعود إلى المبلغ الذي تم تثبيته 61,600. إما أن كانت الإجابة صحيحة فلك جائزة كبرى ولن نسبق، وال84 بتزيد 6400، لأن احنا بنمنحك الرصيد التراكمي زائد قيمة السؤال. نقول 3. نقول تراكمي ولا نقول ألاباما؟ نقول ألاباما. إذا الإجابة صحيحة، ال84 التراكمي وليس المثبت. نثبت ألاباما؟ إن شاء الله. نثبت ألاباما؟ ثبتنا؟ ثبت. نسمي بسم الله. بسم الله. دكتور عبد الرحمن، يا دكتور عبد الرحمن، كارولينا الشمالية هي الإجابة الصحيحة. 61,600 ريال هو ما تحصل عليه الدكتور عبد الرحمن زاكي في برنامج دقة ساعتك. كنت أتمنى دكتور عبد الرحمن أنك تصل إلى الجائزة الكبرى، لكن أيضا معك الآن 61,600 ريال، وهذا أعلى مبلغ حتى الآن وصلنا فيه. مبروك يا دكتور على جزيل الشكر. عدنا إليكم. دوران هالساعة. أوكي شفتك. شفتي؟ وعلماء النجوم ماذا يقولون؟ إجابة سليمة.
ثبت عند 61,000 ريال وزيادة أعتقد. مضبوط. هذا حلال عليك يا دكتور عبد الرحمن، في حسابك ما في أحد بياخذه منك. ماشي؟ الآن احنا في المرحلة الأخيرة، المجموعة الرابعة، تتكون من 3 أسئلة. مضبوط. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ننتقل الآن إلى المرحلة الأصعب، ولكن دكتور عبد الرحمن والسادة المشاهدين أعود إليكم بعد استراحة قصيرة. وعدنا كذلك إلى التواصل مع الدكتور عبد الرحمن زاكي اللي أجاب على السؤال الأخير في المجموعة الثالثة، وقيمة السؤال كانت 12,000، طبعا راح منها 60%، لكن رصيدها الآن 61,600 ريال.